السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام ومتابعينا من جميع دول العالم. أسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير. النهارده هنتكلم على عباد الشمس. احنا النهارده العباد قدامكم. دي عمر حوالي 20 يوم. طبعا قمنا بعملية الري أو الرية، وبعد كده قمنا بعملية العزيق. دي أول عزقة ليه. طبعا إن شاء الله هنبدأ الري بكرة إن شاء الله. هنقوم طبعا بإضافة الأسمدة النيتروجينية وإضافة منشطات الجذور. ممكن استخدم يعني فولفيك اسيد او هيوميك اسيد. الحاجات دي برضك لها دور كبير على تشغيل النبات وسحب العناصر الغذائيه من التربه. طيب، احنا في عندنا ظاهره ظهرت اللي هي ظاهره تبقع الاوراق، وظهرت عندنا في نبات العباد. هي دي تبقع الاوراق زي ما انتم شايفين كده ملاحظين. طبعا احنا قمنا بالرش امبارح او اول امبارح. بسم الله ما شاء الله، يعني ابتدت الاصابه عندنا هنا بتختفي، وابتدت الاوراق جديده تكون اوراق جيده، وتكون يعني النمو الخضري بتاعها سريع ان شاء الله. قمنا طبعا برش، ضفنا ماده البياض الدقيق، ماده الامستار توب، لانها هي الوحيده المستخدمه في علاج تبقعات الاوراق بالنسبه للب. وضفنا معاها برضك بعض الاحماض الامينيه. قمنا بمعدل 200 سم امستار توب لكل 600 لتر مياه، وضفنا معاهم حوالي لتر احماض امينيه لكل 600 لتر ميه. وطبعا ابتدينا نرش وقفنا المرض الحمد لله. وانتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمه باذن الله، نوضح لكم ايه هي العمليات اللي احنا هنقوم بيها على نبات عباد الشمس خلال الفترات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.